ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. وحشتني كتير. انا عارفه ان انا مقصره معاكم في الفيديوهات، بس كان عندي شغل الفتره اللي فاتت، كذا اوردر يعني، مع الدروس والمدارس والبيت والحاجات دي، فبيبقى الموضوع صعب شويه ان انا اصور. اوقات كتيره بيجيلي الاوردرات السابليه. انا ولا مره صورت معاكم اوردرات سابليه. ما بيبقاش عندي وقت والله خالص يا بنات ان انا اصوره. الكيكه اللي انا احس ان انا ممكن يبقى عندي وقت ان انا اصورها شويه، ما بصورش كل الخطوات كمان، بصور بعض حاجات، وفي حاجات كتير مش بعملها. المهم بقى، لو انتوا بقى شاطرين توجدوا لي السبع اختلافات بين الصورتين دول. تورتتين، دي تورتتين بنفس الديزاين ونفس كل حاجه، وده كان طلب العميله، يعني مش انا اللي اخترت نفس الديزاين تاني. هي كانت عايزه مني، شافت التورتيه عندي على الجروب مدوره، وبعدين هي قالت لي بقى ان انا عايزه تكفي مثلا عدد افراد كذا. قلت لها اه. فقلت لها اعملي، قالت لي كبري لي شويه. قلت لها طب ما احنا ممكن نعمل يعني ايه مستطيله اكبر. قالت لي خلاص ماشي، يبقى شكلها ايه. فجبت جبت صوره من على بنترست. هي اللي جت، انا يعني ما كانش قصدي ان أنا اعمل التصميم ده. قلت لها ممكن يعني، قالت لي هيبقى شكلها حلو ان المستطيله يعني وكده البنات وكده. قلت لها اه. وريتها صوره وعجبتها الصوره جدا. الصوره كان فيها نفس الشكل بالظبط. مش عارفه والله الصوره عندي ولا لا، لو عندي هبقى انزلها لكم. جبت الصوره، وطبعا نزلت الطبقات برضو من على بنترست، وقلت لها ده تمام وهعمل لك كده، ومكنتش كمان هعمل النجيله الخضراء. وانا بقى بشتغل قلت ليه طب انا اعمل الصوره كامله كلها. انا كنت كل اللي مخوفني شكل اللي هو الشغل بالكريمه بالاقماع. ما كنتش عارفه الأمعاء اللمع اللي عندي هيعمل نفس الشكل، بس الحمد لله عمل نفس الشكل، وكانت مبسوطه جدا. وكانتش مصدقه وانا بوريها الصوره بعد التورتيه، بعد ما خلصتها بقت تقول لي هي دي الصوره ولا دي التورتيه. قلت لها لا بجد دي التورتيه. ما كانتش مصدقه ان هي تطلع شبهها كده. الحمد لله الحمد لله يا رب. الكلام زي ما بيقول الريفيوهات اللي بتبقى بعد التورتايه دي بترفع من روحي المعنويه بطريقه بتحسسني ان كل الوقفه والتعب والمجهود ده ما راحوش على الفاضي. طبعا انتوا عارفين كلنا اللي بيشتغل في التورتات عارف ان انت بتقعدي 3 ايام تعملي في التورتايه. وانا حرفيا بقعد 3 ايام اعمل في التورتايه والله. هنقول بقى المقادير الاول عشان الكلام ما ياخدناش. اول حاجه كده، ده اكبر صينيه مستطيله بتاخد 3/4 كيلو دقيق سبونج. بعمل كل ربع لوحده. بحط على كل ربع 3 بيضات وربع كوبايه من الميه ومقلعه خل ومقلعه محسن جل. انا قلت الميه في الاول صح. وبضربهم في العجان لحد ما يتضاعف حجمهم كده، وابدا انزل كل ربع في الصينيه طبعا. وبفرش الورق، وبفرش الصينيه بتاعتي ورق زبده. لو انت ما عندكيش ورق زبده ممكن تعملي ورق كراسات، بس ما يكونش طبعا مكتوب عليه. لو ما عندكيش برضو في ورق اسمه تقريبا ورق طبخ، او مش عارفه اسمه ورق حاجه كده، بيجيبوه شبه ورق الزبده كده بس تقريبا ارخص. انا بصراحه مش عارفه هو بيتباع فين، لسه ما لقيتش المكان اللي انا اساله ان انا اعرف اجيبه منين، عشان يوفر طبعا معايا عن ورق الزبده. وبخبز التورتايه بعد ما بضربها على 3 مرات، وبحطها بخبز التورته على درجه حراره 180. وبسخن الفرن قبلها، بتقعد في الفرن حوالي 3/4 ساعة. بطلعها واغطيها وابدأ اشتغل اقطعها تاني يوم. لو كنت مستعجلة بعملها الصبح وبقطعها بالليل. وده اللي حصل مع التورتايه التانية دي. كل ده شغل التورتايه الاولى. بس يا بنات التورتايه التانية اتهردت مني قوي، مش عارفة هو كانت عشان هشة قوي، مش عارفة. حشيت في النص مكسرات. بجيب بندق مبيبقاش متحمص او بحمصه، وكريسبي. وده طبعا اكتر حاجات الاطفال بيحبوها. انا بحب دايما ان انا احشي الطبقات بتاعتي، ما بحبش اعملها ساده. هي كانت قايله لي ان الولاد عندها بيحبوا ايه يعني الابيض اكتر من الشوكولاته، فعشان كده انا ما حبيتش ان انا اجود واحط صوص شوكولاته او جناش او اي حاجه في النص، منع ان هم ممكن فعلا ما بيكونوش ميالين للحاجه اللي فيها شوكولاته. ما ضايقهمش يعني. يكون كل حاجه العامله بتطلبها معايا انا بنفذها، لان ده طلبها وده اللي بتحبه وده اللي بياكلوه. فما اقدرش ان انا اجود بحاجه من عندي غير مثلا ايه اللي هي ممكن تبقى عاديه. يعني انا احط مكسرات ده اكيد يعني معظم الناس بتحبه. ولو ما كانتش بتحبه كان ممكن ايه تلفت انتباهي، ان انا لو ممكن انت بتحط مكسرات او لا عشان مثلا ما بيحبوش. لا، هي ما قالتليش غير ان هم يعني ايه بيحبوا الفانيليا، كيكه الفانيليا عن يعني الكيكه الشوكولاته. ف حطيت كريسبي. طبعا الولاد كلهم بيحبوا الكريسبي، بيقرمش كده، وانا بحبه قوي في التورتات، بيقرمش هو والبندق. بيديكي تيست جميل قوي.
بحط على الكريم شانتيه بتاعي بحط كريم باستري ولبن بودر. انا بصراحه كنت بحط كريم باستري بس الاول، بس بعد كده لقيت كذا حد بيقول ان هو بيحط لبن بودر على كريم شانتيه. فبدات ان انا اجربه بصراحه يا بنات، بيدي طعم جميل وبيدسم الكريمه بطريقه جميله قوي قوي قوي. الكريمه بتاعتي ما بحبش احط فيها سكر كتير، انا بحط مقلها مقلعتين وابدا ان انا بعد ما اضرب كده ادوق. حسيت ان هي ممكن تحتاج سنه، بس ما بحبش الكريمه بتاعتي مسكره خالص عشان اللي ياكل القطعه بتاعتي ياكلها للاخر. وده الحمد لله الحمد لله طبعا طبعا بفضل ربنا عليا، ان كل اللي بياكل التورتات فبيقول لي فعلا ان احنا ما بنبقاش يعني عايزين بنقول احنا هناكل مقلعه واتنين وخلاص بقى، لا احنا بنكمل القطعه بتاعتنا للاخر، وده الحمد لله الحمد لله ده بفضل ربنا عليا طبعا. آه، ببدا ان انا اشتغل بالقمع على فكره، مش ببدا بشغل القمع على التصوير، لا ده انا بشتغل بالقمع الاول مع نفسي كده، اما تلاقي الرسمه ظبطت اقوم مكمله بالتصوير. رجعت بقى عشان اعمل الروزيتات، زودت لون عشان يديني اللي هو اللون الاغمق شويه، وحزمت التورتيه من تحت برضو بنفس القمع اللي انا عامله بيه الوردات. حتى ان انا بقيت حاسه ان الشكل يعني الروزيتات اللي على الطروف غير الورده، اغمق من الورده، واللي تحت اغمق. مش عارفه هو فعلا كانوا كده ولا الاضاءه مش متذكره هو بجد، يعني حاسه ان هما كل واحد بقى لون الوقت. وده اللي بتدي الشكل الحلو بتاع، تحس تدريجات الوانك كده كل حاجه لها لون لوحدها. بعد بقى ما خلصت ده برضو جبت القمع اللي بيعمل الحشائش ده وجربته الاول. كنت الاول ما بعرفش اشتغل بيه خالص، ما كانش بيدي معايا الاشكال، حتى انا بستخدمه غلط او ايه. فتقريبا كان الكريمه بتاعتي كانت خفيفه. بدات ان انا اتقل الكريمه في استخدام الروزيتات، بقت تعمل معايا الشكل كويس جدا جدا. الصراحه العجان فرق معايا، لان المضرب بتاعي كنت بحس مهما بضرب الكريم شانتيه واقلل حجم السوائل ما كانش بيديني القوام اللي انا يعني اللي انا حباه او اللي انا بشوفه او اللي انا يعني عايزاه. الحمد لله ده بقى العجان فرق معايا في الكريم شانتيه قوي، في الملمس والقوام بتاع الكريم شانتيه. وده كان الشكل بتاعها. طبعا الطبرات انا بجيبها على بنترست الطبر اللي انا عايزاه وبطبعهم، وابدا بقى اقصقص فيه والزقه من ورا بشمع وبياخد يعني موال هو كمان. فكل حاجه كده، فانا احب التورتيه اعرف قبلها بوقت كافي عشان اقدر ان انا اعمل كل حاجه، خصوصا لو عليها طبرات. لو طبعا لو شغل عجين السكر بيتعمل برضو قبلها بكام يوم عشان ينشف، فكل ده عايز وقت كده عشان الايه الحاجه تطلع كده مظبوطه وتمام. انا طبعت الاسم وكتبت الاسم البنوته وسنها على الطبر ده، وحطيت الفراشات زي ما قلت لكم كده، بقصقصها وبلزقها بعصايه شيش طاووق كده من ورا. وده كان الشكل النهائي بتاع التورتايه الاولى. تمام تمام. تعالى عشان نرجع بقى السبع اختلافات. نفس كل حاجه، نفس المقادير ونفس كل حاجة، يعني هي طلبت مني يعني نفس التورتاية بالظبط، مع اختلاف طبعا اسم البنوتة. الفكرة بقى انا مش عارفة ليه التورتاية اتهردت معايا بالشكل ده، مش عارفة بجد ليه. رغم ان انا مثلا عملتها على الظهر وبدأت ان انا اشتغل فيها، يعني انا عملتها الساعة 12 الظهر وبدأت ان انا اشتغل فيها الساعة 12 بالليل. كان في طبقة واحدة بس هي اللي اتكسرت مني، بس وانا بنقل التورتايه عشان احطها على البورد بتاعتي اتكسرت برضو الطبقة التانية، فمبقتش عندي غير طبقة واحدة بس هي اللي سليمة. تقلت الكريم شانتيه على قد ما اقدر، حتى هو كان صعب وهو بيتفرد معايا عشان احس عشان يعني ايه يظبط الدنيا وتمام. انا كانت حصلت معايا في التورته بتاعت عيد ميلاد ابني، وكانت ما شاء الله جميله، والتقطيع بتاعها كان تحفه، وما كانش باين عليها خالص، لان مجرد ما الكريم شانتيه بيمسك بيداري كل الكلام ده. الحاجه اللي اتكسرت، حاجه باظت يعني مش بايظه، حاجه اتكسرت مثلا اتهردت منك وكده، بيداري كل ده والقطعه بتتقطع معاكي تمام عادي ومبقاش في مشكله.
الكريم شانتيه برضو حطيت عليه انا بقى اللي انا مش قادره لسه اظبط المقدار بتاعه، ان انا بجيب الكريم شانتيه، يعني مثلا اقول له هات لي ب 100 جنيه كريم شانتيه، ما اعرفش الكيلو بكام ولا اعرف ده بيبقى قد ايه، فده طبعا بيأثر معايا، لان انا طبعا كل حاجه سعرها بيعلى، فما انا اجيب ب 100 للتورتايه دي فسعره عالي، لو جبت 100 ما كفاش، فاهميني؟ فده بقى اللي انا عايزه بصراحه اظبطه، ان انا اقول ايه الكوبايه، اعاير بالكوبايه واشوف هو اخد معايا كام كوبايه عشان اقدر بقى اظبط يعني المقدار. وخصوصا انا بجيب حاجه التورتايه على قدها، يعني بجيب السبونش على قد التورتايه، وبجيب الكريم شانتيه على قد التورتايه، بجيب كل حاجه للتورتايه على قدها بالظبط. غير بقى لو حاجه ادوات تزيين وكده ممكن اجيب يتبقى معايا حاجة تانية او تنفعني في حاجة تانية، لكن الاسبونج والبيض الكريم شانتيه بجيبه على قد التورتايه بالظبط. لسه بقى مش معايا ان انا يعني يكفي ان انا اجيب كميات من الحاجات دي، اللي انا اتوافقت ان انا ممكن جبته منه ان انا جبت قالب شوكولاتة، اللي هو ال2 كيلو ونص ده اللي انا قدرت ان انا اجيبه، بس جبت ابيض وجبت بني، لكن ان انا اجيب كريم شانتيه بصراحه لسه يعني مش عارفه ومش قادره، لان شغل التورتات مش بيجيلي كتير، يعني مش بيجي كتير، فانا خايفه اجيب الكريم شانتيه يعني يحصل له حاجه، يبقى يترطب، انا برضو مش عارفه يعني ازاي احافظ عليه برضو، والسبونج بحب اجيب كل حاجه تكون طازه، والمحل اللي انا بتعامل معاه انا عارفه ان هو فيه رجل عليه، فالحاجه الحمد لله ما هتبقاش يعني مركونه عنده، وفي نفس الوقت ما اركنش يعني اركنش مواد عندي، ممكن يجي لي طلب في حاجه تانية مش في تورته مثلا، في سابليه، في حاجات من دي، ابقى معايا ان انا اقدر اجيب خامات لحاجه تانية واقدر اشتغل وكده، فبجيب كل حاجه على القد، وده طبعا مش حلو خالص، لان انا بنزل اجيب النهارده بتمن، بروح بكره بجيب بتمن تاني خالص، فانا ما اقدرش مثلا يعني ده عامله طلبت مني تورتتين، فرق بين التورته مثلا الاولى والتانية يومين، حرفيا انا نزلت في لقيت في اليومين الاسبونج زاد 4 جنيه، الزبدة زادت 3 جنيه، آه، مش عارفة في الكريم شانتي برضو. طب ايه ده؟ يعني انا هقول له يعني انا هقول لها استنى اما انزل اشتري الحاجه واقول لك دي زادت النهارده كام؟ بجد لا، الزياده بقت صعبه قوي، صعبه بطريقه غريبه، يعني مش بيزيد حتى كل شهر، كل يوم كل يوم زياده، اكيد يعني حاجه ماهيش، مش الواحد مش عارف يعني يظبط اي حاجه خالص، انا مش عارفه لسه اظبط الاسعار والله، مش عارفه، كل ما احاول ان اظبط الاسعار وامشي عليها يومين الاقي الاسعار زادت، طب انا مش معقول هقول كل يوم للناس او اللي طالب مني ده زاد النهارده زاد بكره، مش عارفه ايه ده. ده بقى خلاص، التورتيه التانية بقى عملتها بقى مع نفسي، لان هي اصلا عملتها معاكم التورتيه الاولى، انا بس حبيت اجيب معاكم بقى الفينش النهائي، وتقولوا لي هي فعلا اتنين شبه بعض بالظبط ولا ايه، في اختلاف، اوجد السبع اختلافات بين التورتيه الاولى والتورتيه التانية. ودي كانت التورتيه التانية، وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، وما تنسونيش بقى وتعملوا لايك واشتراك في القناه وتعملوا شير للفيديو على قد ما تقدروا، عشان الفيديو بتاعي يتشاف، وكمان عشان احس كده ان انا تعبي كده ووقفتي ما يروحوش على الفاضي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.